إلا كنتو كتظنوا باللي الموت هو النهاية أو مجرد حفرة مظلمة كيسالي فيها كلشي وكيتحول الوجود ديالكم لوالو، فتنصحكم تجلسوا وتسمعوا مزيان لهذا الكلام، حيت ممكن تكونوا غالطين. واش عمركم تسألتوا علاش كنخافوا من الموت حتى لهاد الدرجة؟ وعلاش في المجتمعات ديالنا تصورت لنا الحياة من بعد الموت بحال شي قصة رعب ولا فراغ مظلم؟ والنتيجة هي أننا عشنا كاملين كنهربوا من أعمق سؤال وجودي: فين غادي نمشيو بعد الموت؟ اليوم ما غاديش نهضر لكم بقصة تخويف ولا موروث متداول، ولكن غادي ناخدكم في رحلة لما بعد الجسد عبر علم اللغة والمنطق والفيزياء والآيات القرآنية، باش نكشفوا حقيقة صادمة: الموت ماشي نهاية الوجود، بل أول لحظة ديال الاستيقاظ الحقيقي. نبداو بعلم اللغة ونفككو فخ الموت والفناء. باش نفهمو شنو كاين من بعد هاد الحياة خاصنا نفككو الكلمات اللي لطالما كانت بالنسبة لنا مرعبة. الموت من الناحية اللغوية ما كيعنيش الفناء والنهاية، لأن الفناء كيعني الزوال التام، أما كلمة الموت في الأصل ديالها لغوي كيعني السكون أو التحول من حالة إلى حالة أخرى مختلفة. والدليل أنهم كيقولوا ماتت النار، يعني سكنت حرارتها وتبدلت صورتها. أما معنى التوفي في القرآن الكريم كيستعملوا كمصطلح للإنهاء، كيقولوا أي استفتاء الكامل والأخذ الكامل ونقل الشيء من مكان إلى مكان. والقرآن الكريم كيعطي لنا مثل لغوي وواقعي كنعيشوه كل نهار وهو النوم. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. تأملوا معي هذا المعنى. انتم تتعيشوا تجربة الخروج من الجسد يوميا أثناء النوم، تجربة الانتقال الوعي، وهذا الشيء غير نموذج صغير بالنسبة لهذاك الشيء اللي غادي يوقع للوعي ديالكم في المحطة الجاية. دابا نمروا للمنطق، قانون العدالة والغاية. خليونا نفكروا في الحياة بهذه الطريقة. هذا الكون قائم على قوانين دقيقة بزاف، مستحيل يكون تخلق عبثا وبدون هدف. الحياة الدنيا عمرها بأحداث لناقصة، مظلومين ماتوا بلا ما ياخذوا الحق ديالهم، وظالمين عاشوا بلا عقاب، وأحلام ما تكملاتش. إذن النتيجة المنطقية، إذا كانت هذه هي المحطة الوحيدة والأخيرة، فالكون كيولي غير عادل وعبثي تماما. إذن خاص منطقيا تكون كاينة مرحلة أخرى كيتحقق فيها قانون السبب والنتيجة، وكتحقق فيها العدالة المطلقة. القرآن الكريم كيطرح هذا المنطق مباشرة على العقول ديالنا في سورة المؤمنون، وكيقول ربنا سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. المنطق كيقول لنا كيف ما دخول ديالكم لهذا العالم ما كانش باختياركم، فالانتقال ديالكم للمرحلة الجاية هو امتداد منطقي وحتمي لتطور الوعي ديالكم. أما في الفلسفة، في الجسد البشري ما هو إلا مركبة أو بدلة كيستعملها الوعي باش يتعامل مع المادة، والوعي هو السائق الحقيقي. تصوروا معايا جنين في البطن ديال الأم ديالو، بالنسبة ليه الرحم هو الكون الكامل. إلا قدرتوا تهضروا مع هذا الجنين وقلتوا له كاين واحد العالم خارج هذا الجدار فيه الشمس والبحار والأشجار، غادي يقول لكم هادشي جنون، ما يمكنش يكون هادشي من بعد الرحم. يعني كيامن غير في هذاك المحيط اللي كيعيش فيه هو، ولكن ملي كيتزاد كيبكي وكيصرخ حيت كيظن باللي الخروج هو موت العالم ديالو، بينما هو في الحقيقة غادي يخرج لواحد الكون اللي واسع بمليارات المرات على الرحم اللي كان فيه. هذا المعنى كيعبر عليه القرآن بدقة كبيرة ملي كيوصف الحياة الحالية بأنها مجرد لعب ولهو، وأن الحياة القادمة هي الحياة الحقيقية الكاملة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكلمة الحيوان في اللغة تعني الحياة الكاملة والأعظم والأكثر حيوية ووعي. الخاتمة أيها الأحباب، نتمنى أنكم تدركوا هذه الحقيقة الكاملة.
ما بعد هذه الحياة ماشي مجهول وماشي مخيف، بل هو الرجوع للأصل والولادة الحقيقية ديالنا. إنها اللحظة اللي كيتحرر فيها الوعي من حدود الجسد وضيق الوقت وقوانين المادة المقيدة، باش يلقى الخالق العظيم في عالم اللي كيتسع لكل ما زرعتوه بوعيكم وأعمالكم في هذه التجربة ديال الحياة الدنيا. وما تخافوش من الموت، ولكن خافوا تعيشوا في هذه الدنيا بوعي غائب وأحلام ميتة. وسولوا راسكم دابا بكل شجاعة، واش كتبنيو أنفسكم ووعيكم لهذه الولادة الكبرى، ولا مازال متشبتين بجدران الرحم؟ القرار قراركم، والوعي هو البوصلة ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.